أسأل الله أن يبشرك بفرحة لن تحسب لها حساب، وأن يسهل لك كل أمر، يحفظك من كل شر ومن كل تعب ومن كل هم، وأن يجعل أيامك القادمة تفيض سعادة وفرحة لا تغيب فيها ابتسامتك أبدا. آمين آمين يا رب العالمين. نسمي الله وصلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل، يا صباح النشاط، يا صباح الورد والياسمين كده على أطيب ألوف في الدنيا. يا صباح بقى المعركة والشقة والتعب. اليوم النهاردة بقى روتين، يعني مفيش بعد كده، كله تعب وشقة كده ورغاوي وصابون جامد جدا زي ما انتم شايفين بقى. طبعا غسيل السجاد أول تنظيفات العيد، كل سنة وانتم طيبين. طبعا مفيش وقت خلاص، كله أسبوع، الأسبوع ده هيجري يعني ايه هوا. فالنهاردة إن شاء الله كده نغسل بقى السجاد كده مع بعضينا. أنا حطيت كده رابسه كده في المية، يعني أنا حطيت رابسه بس، وهي السجاد يعني مش وسخ أوي يعني. لو عندك يعني مبقع ولا في وسخ جامد تحط له بقى كلوركس ألوان، ودون كمان بيدي ريحة حلوة. بس هو الربس يعني مش محتاج دون. في كمان أصلا أساسا في خلطة كده بتتباع كده عندها بتاع الصابون للسجاد، تقول له خلطة اديني خلطة لغسيل السجاد، هي خلطة كده جاهزة. بس أنا السجاد يعني كويس، يعني مش محتاج يعني، فالربس يعني هي كويس عليه أوي. حطيت الربس كده وكمان بعمل كده بالمقشة أسهل حاجة. أنا كنت أقول بعمل بالمساحة، بس المقشة لقيتها أسهل، بترغي معاكي كده وسهلة معاكي كأنك بتحكي كده في فرشة. حلوة بقى كده تعملي كده وانت واقفة كده، ولا توطي ولا تعملي بالفرشة بقى ولا وجع القلب ده. تمام كده يا حبايب قلبي. انا بخلص كده انا هنا تدوق بس كده، بحكوا كده هنا السجاد، بحكوا كده بس هنا او بدعوكوا او بنضفه هنا كده وبقعد اخلوا بقى الحمام واشوفه بقى براحتي بقى في الحمام. عارفين بقى عاوز ميه ياما، فاعملوا بقى الحمام كده براحتي كده جبت بس السجادة التانية. يلا مين يا حبيب قلبي بقى اللي نسي كده ما عملش اللايك، يلا بقى شجعونا كده باللايك. المفروض النهارده الصراحة يستاهل اللايك، جامد جدا كله تشجيع. هنا كده فرشت السجادة، واتمنى كده لأول مرة تشوفينا اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله بإذن الله. وان شاء الله بإذن الله روتينات جامدة ان شاء الله بإذن الله زي طلبتوا مننا ان شاء الله بإذن الله. هنا جبت السجادة التانية وبرضك مليت جردة كده المية وحطيت الربسو، واحط كده حبة بحبة ابدأ احك. جميلة الصراحة المقشرين. وكمان يعني لو حكيت بقى الحيطان كده بتغسل بقى الحيطان كده، جميلة برضك وسهلة معاكي، فكرة حلوة برضك. بس بقى بالمقشة بتعمل الحيطان عاوزة بقى تكب مية كده على الحيطان وبتاع، يعني لو عرفت بقى تكب مية وبتاع كده استخدميها. انا الصراحة ما بعرفش، بستخدم بقى بحط كده بابيل فرطة كده واحطها على المساحة وامسح بيها برضه كويسة برضه. كده خلصت الجنب كده الاولاني، فجرت كده الجنب التاني كده بقى قريب كده وهبدأ بقى وكبت حبة المية الفاضلين كده وابدأ بقى احك بيها. الصراحة يعني في اليوم ده يعني تعبت تعب مقولكمش، جنب وظهري يعني خلاص استويت، بس الهم والزحف الحمد لله. كنت بقى اكسل اقول لا لا بلاش النهارده بلاش بكره هتلكك باي حاجه. عارف بقى اللي ورايا الامتحان بيهرب من المذاكره، انا نفس الحكايه. عمال اهرب، بهرب من الشغل. لا ده انا هعمل النهارده مش عارفه ايه، لا هسوي النهارده مش عارفه ايه. لا لا ما قلت لا ما بديهاش هعملهم النهارده هعملهم النهارده. لا تأدى العمل اليوم الى الغد، صح كده؟ اجلتيه خلاص، يوم يجيب يوم ما تلقى الدنيا كده جرت معاكي. لميت بقى كل السجاد كده في الأوضة كده والسجادة كمان اللي هي قدام الله السفرة حشتها وهغسلها بقى النهاردة. والسجاد بقى اللي عند الركنة حشتها، بس مفضلش بقى لها السجاد اللي قدام ايه الانتريه دي بقى سبتهم بقى دلوقتي عشان ايه بقى في حاجة يعني العيال يقعدوا عليها، نيجي ناكل وكده فنلقى حاجة يعني مفروشة نقعد عليها. فده خليتهم بقى على الآخر خالص، طبعا عشان السجاد ده اللي هيتغسل وهيتشال ومش هيتفرش طبعا إلا ما نمسح ونروق الدنيا زي ما انتوا عارفين. فلسه بدري يعني، بقى قلت لا لا بقى قدامنا لسه أسبوع وكده
قلت لها خليهم دلوقتي يعني ايه 3 ايام كده ولا حاجة كده اعملهم، حتى اليومين اللي فاضلين كده افرش اي حاجة، بس لو سبت المدة دي كلها تبقى يعني ايه هتبقى يعني برضك يعني فرشت ملاية بتاع تبقى مضايقة وكده مش هقدر ريحته في القعدة. تمام كده يا حبيب قلبي. الحمد لله كانت المهمة قربت تخلص كده، انا خلصت دي، فاضل يعني تقريبا 2. انا لسه كده بقى هروق بقى الشقة وكده فانا قلت ابدأ الاول كده بالسجاد. طبعا الواحد يبدأ الاول بالتقيل عشان ما يكسلش. طبعا هما بقى كانوا سهرانين بقى لحد بعد الفجر وبهدلوا الدنيا. انا مروقت الدنيا قبل ما انام، بس برضك بقى بهدلوا الدنيا وخصوصا زقرودة بقى. قلت لا اخلص بقى السجاد الاول وبعد كده بقى اروق الدنيا، وعندي حبة مواعين بتاع السحور اعملهم. وطبعا بقى في الاخر خلاص بقى هبدأ بقى اجهز كده في السحور في الفطار. خلاص اتلخبطت. مرضتش بقى اعملهم بالليل وكده، قلت لو عملوا معايا عملت بالليل هيعملوا معايا وبهدلوا نفسهم في المية وكده الجو شتى تاني. الجو كان بقى صيف والجو بقى حلو والناس صيفت. سبحان الله الجو امبارح قلب قلبه هوا ونطرة ونطرة ايه سيول. سبحان الله. قلنا خلاص الصيف خلاص. فانا قلت لا اعملهم بقى الصبح بقى كده هما نايمين. بس هو الواحد بيعمل وهو صايم، بس والله ربنا كده بيدي الواحد قوة. والصراحة الشغل كده وانت صايمة احلى. ليه الواحد يبقى خفيف بعد الفطار تاكلي بقى اللقمة خلاص بقى مش قادرة تتحركي من مكانك. والله الصيام ده صح الواحد يبقى خفيف كده لا لقمة كده عاملة على القلب كده ولا الواحد ياكل لقمة كده ويتنح خلاص. هنا خلاص دي آخر واحدة، دي بقت اللي كده المحطوطة كده حطها قدام الأوض. بقى كنت خلاص يعني جيت آخر سجدتين دولت ريحت شوية، كنت خلاص مش قادرة جنب وظهري خلاص. بس ربنا الصراحة بيدي الواحد قوة والواحد بيكمل، ياخد نفسه شوية كده ويريح ويكمل. هنا بقى كده هدخلها بقى جوه، وهنا تبقى ايه همسح بقى كده الأرضية الأول كده وأنا دخلتهم جوه بقى هشطفهم بقى جوه عشان عاوزين بقى مية بقى ياما، مش هينفع طبعا في الصالة. هجرب المية كلها كده على جوه الأول. وأنا حطيت السجاد كده في البانيو، هنقعهم بقى في البانيو كده اشطف كده شطفة تمام. وفي 2 كده حشام برا هشطفهم برضك كده في 2 برا. عم لفتهم كده ووقفهم كده تبقوا برضك اشطفهم واقفين كده. دخلت بس المية كده جوه، بعد كده لما اشطف بقى السجاد همسح بقى الحمام عشان كده كده هيتبهدل تاني كده وانا بشطف كده السجاد وكده. طبعا بقى انا مش هطول معاكم بقى في الشطيف ده عاوز بقى ولا ساعة عشان هشطفهم بقى شطفة كده تمام. ده بقى اللي وقفتهم كده هنزل عليهم كده بالمية كده والباقي بقى حطاه في البانيو. هفتح لهم بقى الحنفية كده وانقعهم بقى كده زي ما قلت لكم يا حبايبي. وبرضه كان بعمل كده بالله بكوباية كده والجردل عشان ايه اساعد يعني عشان المية تتملي على طول. بس كده واشطفهم بقى شطفة كمان تمام كده واسيبهم بقى يصطفوا وانشره. يا رب الفيديو النهارده كان عجبكم وادكم طاقة ايجابية، طبعا طاقة ايجابية يعني فيديو النهارده جامد. مع السلامة يا حبيب قلبي.